بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف مصر. أهلا بحضراتكم. بنغيب عليكم فترات وفترات، ولكن كل ما نفسنا بتهفنا على الحوار والحديث مع المتابعين الكرام بنظهر لكم. والنهارده الحمد لله ظهرنا لسببين. السبب الأول خسارة المنتخب المصري الأولمبي من المنتخب المغربي الأولمبي 6 أهداف، فضيحة. وفوز النادي الأهلي 1-0 على نادي سموحة، وختام الدوري المصري ونهايته رسميا بفوز النادي الأهلي للمرة 44 في تاريخه. وهذا إنجاز ما اعتقدش حد عامله في العالم الا مثلا، مش فاكر بالظبط، سيلتيك الاسكتلندي ولا رينجرز، وفي فريق تقريبا في امريكا الجنوبيه في البرازيل، بوكا جونيور، حاجه زي كده في الارجنتين، بوكا جونيور في الارجنتين او سانتا فيجو البرازيل، مش عارف. المهم يعني قليلين اللي عاملينه في العالم. فهذا إنجاز، ونقول ألف 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 مليون مبروك للنادي الأهلي. طبعا الأهلي لما فاز بالدوري ال 44 ده بالنسبة للأهلاوية إنجاز كبير. وللأسف الشديد الزملكاوية عايزين يبوظوا فرحة الأهلاوية، وقال لك بالتحكيم، وقاعد يقولوا مش عارف جون ايه كان في لمسة يد على النادي الأهلي، لا كان في فاول على رامي ربيعة، لا مش عارف. طب ما في اخطاء للاهلي وفي اخطاء ضد الاهلي. ده الاهلي في المباريات الهامه دفع فلوس وجاب حكام اجانب لمباراتين بيراميدز ومباراه الزمالك ومباراه النادي المصري، لان دي مباريات حساسه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والجماهير مصر عامه. فجاب لكم اجانب عشان خاطر ما حدش يتكلم، وفاز بالاربع مباريات. طبعا في انسحاب رهيب، وهو عنق الزجاجة، وهو السبب الرئيسي في فوز الأهلي وتكملة انتصاراته اللي وصلوا ل20 انتصار. وهذا إنجاز تاريخي لم يسبق أي أحد يعمله إلا مارسيل كولر. طبعا تحية للمدرب ده، مارسيل كولر مدرب محترم، واللي ما يقولش كده يبقى غلطان. وطبعا في واحد صاحبنا قال لو الأهلي أخذ الدوري سموني رضوى، كان بيقول على مارسيل كولر ما بيعرفش حاجة. انت اللي بتعرف، اللي نزلت طنطا درجة تانية وبعد كده بعديك درجة تالتة. فللأسف الشديد احنا في زمن الرويبضة، التوافه بيتكلموا في أمور العامة، التافهين بيتكلموا في الأمور العامة للأسف الشديد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ألف مبروك. المهم انه ألف مبروك للنادي الأهلي، ولازم جماهير النادي الأهلي تفرح. بس في غصة. ايه الغصة؟ انه في الساعة 6 بنلعب مباراة مصر والمغرب على الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024، نتغلب 6-0. فضيحة بكل المقاييس. عكننت علينا اليوم كله، حتى مش عارفين نفرح بفرحة النادي الأهلي. ولذلك حتى اللعيبة يقول لك لعيبة النادي الأهلي فاز 1-0 وفي الدقيقة 95 بهدف محمد مجدي أفشة صاحب القضية بقت قضية واثنين وثلاثة واربعة، كلها قضية. وألف مبروك لأفشة نفسه، رجل مخلص، رجل محترم، رجل طيب، رجل يعني زي ما بيقولوا كده من طين بلدنا، من طين البلد المحترمة اللي بتشرفنا واحنا بنتشرف بيها. ولكن سبحان الله يعني يسند الأمر إلى غير أهله. هو ده الزمن، زمن الرويبضة، زمن الناس يلا هنقول ايه بس، حسبنا الله ونعم الوكيل. وألف مبروك للنادي الأهلي غصب عن كل الناس، وإنجاز تاريخي. مارسيل كولر عمل 20 مباراة متتالية فوز، ما عملهاش ولا مانويل جوزيه عمل 17 في الجيل الذهبي. الجيل اللي احنا فيه ده لازم يحافظوا عليه. ولكن للأسف الشديد المشكلة كلها في الفلوس. ولذلك محمد عبد المنعم عايز يمشي، أفشة عايز يمشي،
بيرسيتاو مش راضي يمشي عشان عايز فلوس، لازم اخد فلوسي. اسمه مين ده، احمد قندوسي، عايزين يبيعوه، لا لازم اخد 400، مش عارف باخد 450 الف دولار باين ولا كام. طبعا ده مبلغ كبير على اي نادي هيشتري. النادي الاهلي كان بيديهوله، فاهم؟ لا انا قاعد لسه العقد ماشي، يعني مش مشكله. فهي سبحان الله يعني لازم نتمسك بيه، ومارسيل كولر نفسه لازم نتمسك بيه ونجيب له اللي هو عايزه، نجيب له اللي هو عايزه. عايز لعيبه نجيب لعيبه، بس هتجيب لعيبه اجانب من فين؟ للاسف هنشوف. احنا لسه الدوري فاضل له 3 مباريات تاني، وصلنا للنقطه 81. وطبعا بيراميدز المركز الثاني 73، اللي رضوى او رضا اللي هو كان بيقول الكلام ده قال لك بيراميدز هياخد الدوري افتكروا. طبعا بنفتكر بس انت اختشي. ما انت لو اختشيت هتطلع تقول انا اسف المفروض، وتعتذر وتقول مش هعملها تاني. لكن في غيرك جمال عبد الحميد كل سنه يقول لك الدوري للزمالك، ولو ما خدش الدوري مش هيظهر تاني في الاعلام، وبيطلع يظهر تاني وبيبقى حنفي تاني زيه كل الجماعه اللي بيقولوا زيه. في ناس كتير بيقول كده. يعني انت قول مثلا بيراميدز بطل الدوري وخلاص اسكت وهتشوفوا مثلا. لكن تتحدى الناس وتقول لو ما خدش الدوري والاهلي خد الدوري مش هظهر تاني. طب ما تظهرش، احنا مش عايزينك تظهر. انت اللي زيك بيظهر اصلا ما بنستفدش منه بحاجه. انت اخرك كنت يرفعوا لك الكره تحط بالهيد، يلعبوا لك العرضيه تحط برجلك، ده اخرك. وطبعا الحاجه الثانيه احنا عارفين الملاهي الليليه والحاجات اللي اتقالت عليه. فزمن الرويبضه للاسف. ولكن برضو في ظل كل الكآبات اللي احنا فيها دي الاهلي منور. الاهلي هو الضوء الوحيد في الظلام الداكن اللي احنا عايشين فيه. ظلام داكن بكل المقاييس طبعا، حتى في الحياة العامة للأسف. الغلا، وانت شايف البنزين كل شهر بيغلى، والحاجة طبعا بتغلى قصاده، والمواصلات بتغلى، ووسائل النقل بتغلى، والطماطم بيغلى لأن بيتشال على عربيات كلها سولر وكلها بتمشي بالسولر. فتمن السولر زاد، تمن البنزين زاد، تمن مش عارف ايه. هتلقى الحلاق بيزود، حتى الحلاقين. فهي سبحان الله يعني ربنا ميسر على الناس الغلابة عشان ناس غلابة. المشكلة فين؟ المشكلة في إن الكبار مش سايبين لك حاجة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذلك اللي بيقول كلمة الحمد لله الحمد لله في الزمن ده يبقى رجل 10/10. ولذلك احمد ربنا حتى لو ما فيش حاجة. ده كلامي لعيالي حتى ولنفسي طبعا قبل أي حد. أنا بقول الحمد لله حتى لو ما عنديش لقمة عيش، ربنا هيبعتها لي بعد نص ساعة، بعد شهر، بعد شهرين، الله أعلم. بس أنا ضامن وواثق إنه هيبعتها لي. وإلا حتى لو مت يبقى هو كاتب عليه الوفاة عادي. الحمد لله على كل الأقدار في السراء وفي الضراء. فألف مبروك للنادي الأهلي، عشان ما نكونش دماغكم في حاجات مش اهتماماتكم، بس أنا بحب أفضفض. ألف 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 مليون مبروك. الإنجاز التاريخي للنادي الأهلي 44 دوري من 65 دوري، فيعني بتهيألي إنجاز عالمي، مش مصري بس، مش محلي بس. وطبعا 14 بطولة أفريقية، 12 بطولة أفريقية، 14 بطولة ده ريال مدريد، وخدوا 15 كمان. ولاد الذين خدوا 15، فبيفرقوا عن الأهلي للأسف. يلا بس ريال مدريد فرقة برضه عالمية، فرقة تاريخية يعني زي الأهلي. فعشان كده احنا بنميل لريال مدريد شوية. 1000 مليون مبروك يا أفشة، يا راجل يا محترم، يا طيب، يا راجل، يا على سجيته، راجل على سجيته، راجل محترم جدا. مبروك مبروك. واوعى تسيب الأهلي هتخسر، اوعى تسيب الأهلي هتخسر. اللي بيسيب الأهلي بيخسر كتير.
خليك وحاول تتعود على مارسيل كولر، وتستنى وتنتظر الفرصة، وهتاخد فرصتك أكتر وأكتر أكتر وأكتر. وطبعا عبد المنعم بقى الله يسهل له، عايز الفلوس. طب ما انت بتاخد فلوس يا عم، احمد ربنا على اللي انت فيه. في غيرك مش لاقي اصلا يلعب في النادي الاهلي، ولا قادر يوصل اصلا للي انت. الحمد لله الحمد لله على كل حال. هنقول ايه بس؟ هو ده اللي انا بقوله. 1000 مليون مبروك. مارسيل كولر مدرب محترم وهيعمل انجازات اكتر من مانويل جوزيه اللي احنا بنتشدق بيه وبنحلم بيه وبنحلف بيه، لكن مارسيل كولر هيعمل اكتر منه. هنشوف لانه التدوير اللي بيعمله في اللعيبه ما شفناهاش قبل كده. وده الفرق بين ده مارسيل كولر وموسيماني اللي كان هالك اللعيبه. للاسف ضيع علينا 2 دوري. طيب منتخبنا الاولمبي خسر 6، فضيحه طبعا. وقبله اليوم اللي قبله المنتخب الاولمبي في كره اليد، منتخبنا في كره اليد خسرنا برضه، وطلعنا ما صعدناش للمربع الذهبي للاسف. مع ان في كل الاولمبياد، يعني اللي بتاجلي الاولمبياد اللي قبله اولمبياد طوكيو في 2020 اللي اتلعبت بعد الكورونا على طول دي، المنتخب المصري وصل للمربع الذهبي، خدنا رابع العالم تقريبا، ما خدناش برونزيه فعلا بس وصلنا للمربع الذهبي. طب احنا دلوقتي في موضوع امبارح كانوا بيتكلموا عليه، انه الدوره الاولمبيه دي رايحين ببعثه، البعثه الاولمبيه للمصريين اللي رافعين علم مصر 166 لاعب. طيب 166 لاعب واقامات وفنادق ومصاريف جيب وشغلان. قال لك صارفين عليهم 1,300,000,000 جنيه. طب 1,300,000,000 جنيه ايه النتيجه؟ النتيجه ميداليه برونزيه حتى الان يوم 9/8/2024. طب ميداليه برونزيه دافعين فيها 1,400,000,000 ولا 370,000، المهم مليار ومعدي المليار يعني جنيه. طب الشعب اولى بيه والله العظيم، ده حسبنا الله ونعم الوكيل. مليار يعني 1,000,000,000 جنيه، 1,000,000,000 جنيه. يعني شوف المليون ومليون ومليون، 3 مليون، 5 مليون، 100 مليون، 200 مليون، 500 مليون، لا 1,000,000,000، مليار ومعدي المليار. ده كله عشان بعثة 166 واحد ورايحين وراجعين بميدالية برونزية. قول 4 قول 5 برضه مش تصرف ده كله ليه؟ زمن الرويبضة، هو زمن الرويبضة، ومحدش بيتحاسب، لا وزير بيتحاسب ولا رئيس لجنة أولمبية ولا رئيس اتحاد، ولا ما فيش حد هيتحاسب. ليه؟ عملنا اللي علينا. ده في واحد بتاع الفروسية ده، قاعد في أمريكا ومتجوز بنت بيل جيتس، أغنياء العالم، ورايح مع 11 واحد ومطلع لك اللجنة الأولمبية بتاع اتحاد الفروسية، قال لك صارفين عليه 30 مليون. طب انتوا تصرفوا 30 مليون على واحد متجوز بنت بيل جيتس، هو أصلا ما جاش مصر وما بيجيش مصر، اسمه نائل نصار. يعني مش شايفين الكلام ده كله؟ طب مين هيتحاسب على 30 مليون دي؟ ده لو طلعت. طب هي لو ما طلعتش انتوا بتقولوا كده ليه؟ عشان تاخدوها ببطنكم؟ ما تفهمش فيه ايه؟ يعني لو طلعت مصيبة، ولو ما طلعتش برضه مصيبة. ما هو في كل الحالات مصيبة. اتحاد الفروسية لازم يتحاسب عليه. وفي الآخر قال الحصان اتصاب ورجع ما لعبش. وواحدة تانية في مش عارف رفع الأثقال ولا في ايه، حامل في الشهر السابع، والله العظيم فضايح. والثالثة مش عارف قال عندها مش عايزين نقول حاجة نسائية. طب يقولوا لها ايه ولا يقولوا ايه؟ يا راجل عيب والله العظيم، حرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس اللعيبة بتوع المنتخب الأولمبي مالهمش ذنب. لعيبة المنتخب الأولمبي واللاعبين بتوع منتخب اليد مالهمش ذنب.
الناس دي ملاش ذنب، الذنب ذنب الكبار اللي هو رئيس اتحاد، نائب رئيس اتحاد، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد واتحاد الفروسية واتحاد السباحة واتحاد مش عارف الاتحادات. هي الاتحادات اللي خربت الدنيا. دول اللي اتحاسبوا. لكن اللاعب ما بيعمل اللي عليه، هو نفسه ينجز. بالعكس ده أكتر واحد بيتعب، حتى لو بتصرف عليه ملايين، بس انت بتصرفها غلط. انت بتصرفها غلط. ده مش هنقول ملايين دلوقتي، مليارات بقى، معدي المليار. بيقول لك مليار و400 مليون، ده حاجه تعيش محافظتين، 3 محافظات. حرام عليكم والله، والله حرام عليكم. الشعب بيكح تراب، والناس دي فتح الباب. الشعب بيكح تراب والناس دي فتح الباب. للاسف الشديد فاتحين الباب لايه؟ للنهب والنصب والاحتيال. حسبي الله ونعم الوكيل. في كل واحد بيحط قرش في مكان مش مكانه، في مكان مش مكانه. وطبعا وزير الشباب والرياضه فوق كل ده، فوق كل ده. وزير الشباب والرياضه هو المسؤول على كل ده. لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل المرة الثانية. ولكن في الآخر الأهلي أهلي، الأهلي البطل، الأهلي هو النظام، الأهلي فكرة، الأهلي مشرف مصر غصب عن أي حد. ونظام الأهلي وسيستم الأهلي ومبادئ الأهلي هي اللي مخليه الأهلي كده. الأهلي فوق الجميع فعلا، الأهلي فوق الجميع فعلا، فوق الجميع، فوق الجميع، مش فوق جميع أبنائه زي ما هو قالت. لا، فعلا الأهلي فوق الجميع. وهو الحاجة الوحيدة ومحمد صلاح هناك. الاثنين دول هم اللي بيشرفوا مصر. محمد صلاح في انجلترا في النادي بتاعه في ليفربول، ولولا نظام الاحتراف اللي عندهم ما كانش يبقى محمد صلاح بالطريقة دي. وعشان كده لو عبد المنعم طلع مش عايزه يرجع، مش عايزه يرجع ليه؟ انت لو راجل بقى، انت طلعت وقلت انا راجل، كمل. لازم تتحمل اللغة، وتتحمل ان الناس مش عارفة تتعامل معاك، مش عارف. ما هو ده البداية بتكون صعبة. ولذلك كل اللي راح ورجع لا، مش شخصية قوية متزنة ان هو لازم اتحمل، انا طالع عشان كذا واعمل كذا وعشان لأهداف. دول كلمتين كنا عايزين نفضفض معاكم بيهم. وألف ألف ألف مبروك يا أهلي، وعقبال اللي جاي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.